الزمالك وغيابه عن بطولات افريقيا في الموسم اللي جاي. ارزع اللايك الجميل واعمل اشتراك في القناه لو بتتابعنا على اليوتيوب. دلوقتي الاتحاد الافريقي بيخاطب نادي الزمالك علشان الرخصه الافريقيه. طب الرخصه الافريقيه ديت اصلا الاتحاد الافريقي بيديها للانديه بناء على ايه؟ بناء على انك تكون زيرو قواضي في الفيفا، يعني ما يبقاش عليك فلوس لحد لعيبه او اجهزه فنيه او مدربين، ما يبقاش عليك اي قواضي في الفيفا تمنعك من الحصول على الرخصه الدوليه الافريقيه. ليه؟ لو انت هتشارك في دوري ابطال افريقيا او هتشارك في كونفدراليه لازم يبقى معاك الرخصه الافريقيه. طب دلوقتي الزمالك عليه 14 قضيه، حاليا 14 قضيه. بالمنظر ده الزمالك حتى لو خد الدوري مش هيشارك في افريقيا، او لو ما خدش الدوري وخد تاني الدوري برضه مش هيشارك في افريقيا، لو خد تالت ورابع برضه مش هيشارك في الكونفدراليه بسبب القواضي. المفروض ان هو كان الزمالك يخلص القواضي اللي عليه. كانت فتره السماح لغايه 31/3. فتره السماح اتمدت شويه، شهر 4 اعتقد او اول 5. لازم الزمالك يدي البيان الرسمي ان هو خلاص خلص القواضي اللي عليه وصفى القواضي اللي عليه عشان يقدر ياخد الرخصه الافريقيه، عشان يقدر يشارك في اي بطوله افريقيه لو هو بقى من اول وتاني الدوري او من تالت ورابع الدوري. فالزمالك في مشكله كبيره ان هو ممكن ما يشاركش في البطوله الافريقيه.